21 عاما من المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في محاولة من الدول المتآمرة استهداف الشعب الكردي وعموم الشعوب المضطهدة. منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا الحالي لا تزال شعوب هذه المنطقة تناضل في سبيل الوصول إلى حرية هذا القائد. في مدينة تربسبية دعونا نتعرف على آراء الأهالي حول هذه المؤامرة التي استهدفت شعوب المنطقة. صار أكثر من 21 سنة على اعتقال القائد عبد الله أوجلان، برأيكم شو الأسباب اللي دفعت هاي الدول لحتى يعتقلوا هاي الشخصية هاي؟ والله هذول مستعمرين، يعني ما يريدون شعب متحرر وما يريدون شيء، يعني شو يريدون؟ يستعمرون الشعوب وما يريدون قائد أو شيء يطلع اسمه مرتفع، يعني طالب بالحق ولا يعني مثل قضية فلسطين بالضبط، يعني نفس يعني ما يريدون شعب دائما متكتم وأمه مسيطرين عليه. برأيك أي الدول اللي تآمرت على اعتقال هذا القائد يعني قدروا يوصلوا للشيء اللي كانوا مخططين؟ والله بتصميم الشعوب وإرادته ما يقدرون. تصميم الشعوب وإرادته ما يقدرون على الشيء هذا، إذا ظلينا مصممين ما يقدرون لا على الكردي ولا على العربي، ما يقدرون على الشيء هذا. شو بدهم يعني؟ وناس مستعمرين معروف تاريخهم من تركيا وشد ايدك لكل الغرب كله مستعمر معروف وطمعان شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. 21 عام على اعتقال القائد عبد الله أوجلان، بنظركم شو الاسباب اللي دفعت هذه الدول المتآمرة لحتى تقوم باعتقال هذا الشخص؟ يطالبون بتفكيك اللحمة الوطنية الموجود فيها عرب واكراد، ولانه رجل عظيم يريدون يفككون هذا. برأيك هي الدول المتآمرة اللي قامت بهي المؤامرة هي ضد هذا القائد وصلوا للهدف اللي كان بدهم اياه؟ لا ما وصلوا، لانه رجل عظيم ما وصلوا نهائيا. أكثر من 21 عام مضى على استهداف القائد عبد الله أوجلان من قبل العديد من الدول المتآمرة، برأيك شو الهدف كان من اعتقال هي الشخصية واستهدافه؟ هلا اذا بدنا نحكي على بدايه المؤامره هي الرأسمالية العالميه بالاشتراك مع الكيان الصهيوني طبعا الاسرائيلي، عمليه استخباراتيه كامله قامت ضد القائد عبد الله أوجلان. الهدف من اعتقاله لكتم الفلسفه الاوجلانيه اللي هي رح تحرر الشرق الاوسط وتعطي كل ذي حق حقه، لا يتم اقصاء مكون، لا يتم اقصاء عربي او كردي او سرياني او ارمني او ازيدي. الفلسفه الاوجلانيه من يقرا مجلدات القائد عبد الله أوجلان يفهم الانسانيه بمعناها الحقيقي، يعرف ما له وما عليه. القائد عبد الله أوجلان عندما اعتقلوه كان تكتيم او عدم فضح الرأسمالية العالميه، لأنه القائد عبد الله أوجلان كان يرفض الدولة المركزية، يرفض السلطة، الحكم للشعب، ينادي بالديمقراطية. الشق الأول قدروا أن يحطوا جسديا في أمرلي في السجن خلف القضبان، لكن الشق الثاني لم يستطيعوا أن يكتموا هذه الفلسفة والأفكار التي غزت العالم كله. الآن القائد عبد الله أوجلان ليس قائد للقضية الكردية فقط، أصبح قائد للإنسانية بشكل عام جمعاء دون إقصاء أي إنسان. الآن في دول أوروبية هي تقول نحن دول ديمقراطية وتتشذب بالديمقراطية وتحكي بالديمقراطية، الآن هم يدرسوا فلسفة القائد عبد الله أوجلان من خلال مجلداته. بجمل واضحة وصريحة بين أهالي ناحية تربسبية بأن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان لن تحد من انتشار فكره في جميع أرجاء العالم.